طيب انا اسمي محمد عرفات، امين العمل الجماهيري في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. احنا كحزب متبنيين حمله تمرد وبنحاول نساعد على قد ما نقدر. احنا فاتحين المقرات بتاعتنا كلها لحمله تمرد لجمع التوقيعات، ولو حد محتاج استمارات يقدر يلاقي عندنا في الحزب في اي مقر من المقرات. الشباب بتوعنا بيشاركوا بجمع التوقيعات في كل الاماكن تقريبا. احنا النهارده موجودين في ميدان هليوبلس في مصر الجديده بنجمع توقيعات لحمله تمرد، وبنطلب من المصريين جميعا ان هم يشاركوا معانا ويعملوا حاجه زي كده. دي خطوه ايجابيه مش هتكلف حد اي حاجه، وده اداء ديمقراطي كامل جدا. ان هو احنا بمجرد ان احنا بنجمع توقيعات، بالتالي هو اداء سلمي وممارسه ديمقراطيه حقيقيه لمحاوله تغيير الواقع المصري ومحاوله تغيير الازمه اللي بتعيش فيها مصر في الوقت الحالي. أنا دكتورة هالة فودة، أمين عمل جماهيري بشرق القاهرة. الحزب المصري الديمقراطي بيشارك حملة تمرد في فتح مقراته لتلقي الاستمارات اللي بيتم جمعها، والنهاردة احنا عملنا الوقفة في ميدان هليوبلس للمساعدة مع حملة تمرد في ان احنا نملى استمارات من الناس ونعرف أكتر بالحملة ونساعد في جمع توقيعات ليها. أنا عمرو إسماعيل شلبي، أنا عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. احنا نازلين النهارده ميدان هليوبلس علشان نتكلم مع الناس، علشان يمضوا معانا حملة تمرد اللي بنسقط بيها شرعية الرئيس اللي سقطت شرعيته بالفعل، لكن لازم الشعب يقول كلمته ويقول كلمته ولو حتى في ورقة صغيرة نتحرك بيها. محمد عبد العظيم، مساعد امين شرق القاهره الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. احنا مشاركين طبعا في حمله تمرد، والحزب فتح كل مقراته لاستقبال كل الناس اللي عايزه توقع استمارات تمرد، وشغالين على مستوى كل المناطق في شرق القاهره. احنا النهارده في مصر الجديده، وده تقريبا ثالث مكان ننزله. نزلنا في المطريه ونزلنا في مناطق كتير وجمعنا، وفي اقبال غير عادي من الناس على الحمله، ونتوقع ان شاء الله مزيد من الشغل والجهد في الفتره اللي جايه.